قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل. ساعكم الفنون. وصفتنا اليوم هما واحد الخبيزات ولا بريوش كيجيو كيحمقوا لهاد العيد، غير جربوهم راهم فنين وساهلين في المقادير ديالهم. ما تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله على بركة الله. كنحتاج 2 كيسان ديال الدقيق الأبيض، كاس العنبة، 2 معالق كبار ديال سنيدة، نص معلقة خميرة، معلقة كبيرة ديال الزبدة، ونص معلقة سنيدة راه درتها وما تصورتش ليا، بيضة. صافي غنديرو هاد التعجن، صافي غنخلطوها غير شوية بهاد الطريقة. دابا نكتب لكم المقادير بالغرام لتحت. صافي دابا غنزيدو واحد نص سطوط الحليب دافي، كاس العنبة نيت، صافي وغنجمعو العجينة مزيان وغندلكوها. هيا تجمعت لينا العجينة، صافي غنبداو ندلكو فيها. من بعد ما دلكناها صافي غنغطيوها تخمر واحد نص ساعة ولا ساعة على حسب الجو اللي عندكم. ولا عجبتو الوصفة يطرح لي على با خويا وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وشافي مرضانا ومرضى المسلمين. صافي من بعد ما داز لي انا واحد ساعة الا ربع، هذه هي العجينة ديالنا كتكون رطبة. هاد 2 كيسان تقريبا ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق، كتخرج لنا 4 ديال الكرصات. صافي نقسمهم متساويين 4 ونعبرهم بالميزان. بالميزان تقريبا كتخرج لنا شي 90 غرام الوحده. صافي دابا غنكوروهم بحال اللي كنكورو خبيزات صغار بهاد الطريقه. دابا غندوزو للحشوه. كاس لاروب ديال الكوك، واحد 2 معالق كبار ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال الحليب، 3 معالق كبار ديال الزيت، معلقه كبيره هذه اللي وريتكم باش كنعبر انايا. صافي غنخلطهم شويه. صافي من بعد غنزيدو عليهم صفر بيضه. صافي ونخلطوهم كاملين باش يتجانسوا لينا. هذه هي العمره اللي غنعمروا بها هذوك الكريسات ديالنا. عواشركم مبروك الدريات، ما تمنيتو ان شاء الله داكشي اللي نويتو في خاطركم توصلوا لي بشي حجه ولا بشي عمره، واللي بغى شي حاجه الله يوصلها لي في هاد العواشر يا ربي يا كريم. ساعه بعد ما خلطتو حتى هو نقسمو على 4، عندي 4 ديال الكويرات صغار. صافي دابا غنبدا نسرح في هاد الكروس اللي عندنا، وكل وحده غندير فيها كره بحال كنعمروا البطبوط. نتمنى تكون الطريقه واضحه. صافي غنجمعوها من الجوانب، ما نخليش الحشوه تخرج، غنجمعوها مزيان ونضغطوا عليها مزيان بهذه الطريقه هذه. صافي وغنكملهم كاملين. راه الطريقه سهله وغتبان لكم كلها في الفيديو. صافي غنكملهم كلهم بهذه الطريقه ب4 بهم. بعد ما ساليتهم كاملين صافي غنقرصهم اما بيدك يا اما بالمدلك. غنقرصوهم غير شويه باش نشكلوا على شكل ورده. صافي دابا غنشكلوا على شكل ورده بحال الورده اللي درنا اخر مره ديال ليبان وديال داك الخبيزات الاخرين. صافي كنقسموا على 4، من بعد كنعاودوا نقسموا على 4 اخرين، صافي كطينا 8 ديال المثلثات. نتمنى تكون الطريقه واضحه، راه سهله. صافي من بعد ما قسمتها على 8 صافي كنقلبها هكا على القنت باش كنقرصها. ضروري نميلها شويه باش داك الجهه ديال الكوك هي اللي كنخرج. نتمنى تكون الفكره واضحه باش كتجينا على شكل ورده. صافي غنكملهم كلهم بهذه الطريقه.
صافي بعد ما سيتهم كاملين غندهن الوسط ديالهم بالبيض ديال البيض اللي بقى ليا، وغندير عليه شويه الكوك صافي، وغنخليهم يخمروا واحد ربع ساعه ولا نص ساعه على حسب الحراره اللي عندكم صافي. وديروا الفران يسخن وطيبوهم، راه كيجي المذاق ديالهم رائع. وجدوهم في هذا العيد وردوا عليا الخبر.